السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا كعكعات مسكرين بدون حشو بمقادير بسيطة يجوا يذوبوا في الفم. وبلا ما نطول عليكم راح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 125 غرام تاع زبدة تكون بحرارة الغرفة. راح نحط لها 4 ملاعق كبيرة تاع الزيت، ونحط لها علبة تاع فلو فاني، يعني كيس كامل. بهذه الطريقة راح نفرغه على الزبدة. هنا الوصفة تاعي ما فيهاش السكر. وهنا عندي 4 ملاعق كبيرة تاع كاوكاو او لوز يكون محمص ومطحون. وراح نخلط كامل المقادير بالخلاط الكهربائي. هنا اللي تخلط بالخلاط اليدوي لازم تخلط مليح حتى يذوب كامل هذاك الفلون. هنا من الضروري انه نخلطه جيدا حتى نتحصلوا على كريمة. يعني نقطة مهمة انه نخلطه مليح. كما راكم تشوفوا راني نخلط مليح حتى نتحصل على كريمة بهذه الطريقة. وبعد ما تحصلت على الكريمه كما راكم تشوفوا، هنا راح نجمع العجينه تاعي. هنا حطيت لها كاس تاع فرينه. هنايا بالنسبه للفرينه راني غربلتها من قبل هكذا باش ما يجينيش لا فيديو طويل. وريح نحط لها 2 ملاعق كبيره تاع النشا او لا مايزينا. كما راكم تشوفوا حطيت الملعقه الاولى وريح نحط الملعقه الثانيه. وريح نحط لها نصف ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، خميره الحلويات هكذا. وريحان نخلط شويه هكذا، نخلط المكونات كما راكم تشوفوا. من بعد نجمع العجينه باليد كما راكم تشوفوا. نلموها غير باطراف الاصابع، ما نعجنوهاش هكذا باش ما تجيناش ناشفه وما تجيناش يابسه. كما راكم تشوفوا انا حطيت الكاس الاول، هذا الكاس الثاني، ونجمع العجينه غير باطراف الاصابع. هنايا بالنسبه للفرينه انا درت لي 2 كيسان. هنايا تبقى على حسب النوعيه. انا درت لي 2 كيسان، نتوما قادرين تديلكم اقل. الفرينه ديروها غير بالعقل باش تحصلوا على عجينه تكون طريه. لازم القوام تاعها يكون طري كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش راهي طريه. وهنايا بديت نخدم بالعجينه مباشره، ما خليتهاش ريحت. كما راكم تشوفوا انا درتها في المول تاع كعكعات. وهنا كل وحده دير المول اللي حباته، ماشي شرط يكون هذا. كما راكم تشوفوا نحكم كميه ونديرها في المول ونضغط عليها هكذا باش تدي الشكل تاع المول. وهنا بالنسبه للفرن انا راني شعلته يسخن من قبل على 127 عفوا على 170 درجه. كي نكمل الحلوه تاعي رايحه ندخلها طيب. وهنا راح من بعد راح نوريكم كيفاش طيبوها هكذا بهذه الطريقه. نضغط عليها حتى نكمل كامل الكميه. كما راكم تشوفوا هنا من الضروري ان نكون تشعلوا الفرن يسخن من قبل. راح نزيد حبه هنايا. وهنا كما راكم تشوفوا هنايا عندي سنيوه تدخل الفرن، حطيت لها ورق الطي. وشوفوا الطريقه اللي حطيت بها المول تاع الكعكعات. كما راكم تشوفوا نحطهم على الوجه تاعهم هكذا باش كي نروح نطيبوهم يجونا سهلين. نحطهم بهذه الطريقه. راح نحط الثاني. انا هذه الكميه اللي دارتها لي كامل الكميه هذه هي. وهنايا ندخلوهم للفرن. كي ندخلوهم للفرن بعد نشوفوهم من تحت كي يبداو يحمروا من تحت، يعني ماشي يحمروا بزاف، يدو غير اللون الذهبي هذاك كيما راكم تشوفوا. ويشدوا رواحهم نحو هذوك ليمول ونخلوهم يطيبوا ويكملوا الطياب تاعهم بدون مول. ان شاء الله الفكره راهي وصلتكم. يعني يطيبوا من التحت وكي يشدوا رواحهم يعني نشفوا نحو هذوك ليمول غير بالعقل ونخليهم يكملوا طيابهم. وهنايا كما راكم تشوفوا بعد ما طبت الحلوه تاعي وبردت، هنايا خليتها في السنيوه تاعها ما نحيتهاش، خليتها بردت هكذاك. يعني كي تكون سخونه راح تتفتت لكم. وهنايا عندي السكر الناعم كنت غربلته من قبل كما راكم تشوفوا. وعندي ماء الزهر، كميه تاع ماء الزهر. هنا بالنسبه لي ماء الزهر هنايا راني ضفت له ملعقه كبيره تاع السكر الناعم. وحركتها مليح حتى ذاب كامل هذاك السكر. هنايا مصورتش اللقطه هذيك، كنت نسيتها يعني سمحولي. ونحكم الحبه تاعي نحطها في السكر الناعم، نضغط عليها مليح كما راكم تشوفوا هكذا باش تشرب كامل هذاك السكر.
شوفوا الطريقه اللي راني ندير فيها. نحط الحبه تاعي هكذا، نحيها من الماء الزهر وريحه نسكرها في السكر بهذه الطريقه، وريحه نخليها لمده يعني على الاقل 10 دقائق هكذا باش حتى تشد كامل هذاك السكر كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وهنايا بعد ما فاتوا 10 دقائق كما راكم تشوفوا، هنا نحيت الحبه تاعي تكون شدت كامل السكر الناعم كما راكم تشوفوا، وبدا نحي لها هذاك السكر الزائد بهذه الطريقه هكذا. نحي لها كامل هذاك السكر الزائد بهذه الطريقه، نحوها بالكف تاع يدنا هكذا، وما نضغطوش عليها مليح لانها راح تتكسر. بهذه الطريقه روحوا معها غير بالعقل هكذا. نحي لها كامل هذاك الزايد باش تجينا الحبه، تجي الحبه متحوفه بهذه الطريقه. وراح نزيد نحي الحبه الثانيه، راح بنفس الطريقه اللي نحيت بها السكر في الاول، يعني نكمل بها كامل الحبات بهذه الطريقه. وهنا الا شفتوهم نشفوا لكم نزيدوا لهم شويه تاع السكر الناعم. هنايا غير تسكروهم كي تحطوهم ديروا لهم رشه بالصفايه. نحيها كامل هذاك السكر. وهنايا كما راكم تشوفوا انا حكمت هذيك صفايه صغيره نحط فيها كميه تاع السكر، وراح ندير لها كامل هكذا من الفوق، يعني كميه بركتك ما نكثروش بزاف هكذا. وراح نكمل نفس الطريقه، يعني نكمل الحلوى تاعي كامل بنفس الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعي بعد ما درتها في الكيسات. شوفوا كيف جات ما شاء الله. هنايا ما زينتهاش، يعني خليتها عادي، واللي حبت تزينها ماشي مشكل. جات ذو في الفم، يعني بمقادير بسيطه درت حلوى ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتحكموا بنفسكم. هنايا رايحه نقسم لكم حبه باش تشوفوها كيف جات من الداخل. شوفوا كيفاش جات، غير حطيت الموس تقسمت وحدها. شوفوا كيفاش جات، شوفوا كيفاش جات من الداخل، جات ما شاء الله. واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش تدعموني بجيم، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.